وائل جمعه انا يعني ربنا جعلني سبب ان انا اخلي وائل يتغير مصيره من النادي الزمالك للنادي الاهلي. معاه موبايل بخط نمرته يعني. رحت ماسكه رميه، قلت له بص ادي التليفون اهو بخط جديد، محدش يعرف النمره دي الا انا، انت مفيش حد يعرف يوصل لك الا انا. ابو تريكه بقى، ابو تريكه كان موجود، يعني تم التعاقد معاه مع النادي الاهلي في فتره وجودك. احكي لنا بقى الكواليس ازاي وتم التعاقد مع ابو تريكه ازاي، لان في وقت من الاوقات كان في ناس بتتكلم ان ابو تريكه كان قريب للنادي الزمالك. لا ما فيش. لا احكي لي بقى القصه الحقيقيه. ده مولود اهلاوي يعني، ما انت قصه بسيطه جدا. انت عارف طبعا ان كابتن وائل جمعه انا يعني ربنا جعلني سبب ان انا اخلي وائل يتغير مصيره من النادي الزمالك للنادي الاهلي. وائل جمعه كان ماضي في نادي الزمالك. كان ماضي في نادي الزمالك. كان عندنا ماتش الاهلي والمحله وكان في الكاس. تمام. كان في الكاس، وكان الماتش ده كان لسه جوزيه هيجي وجيت اتفرج عليه. مش عارف كان دوري مش فاكر يعني، كان دوري او كاس. المهم جيت اتفرج على الفرقتين، على الماتش الاهلي والمحله في الاستاد. ما عجبوش حد من الفرقتين خالص الا وائل جمعه كان بيلعب في المحله ساعتها. تمام. فبعد كده وصلنا ان المقال كده بجوزي قال اللعيب دوت احسن لعيب كان موجود على ارض الملعب وبتاع مش عارف ايه. فقعدنا لفينا ودورنا ندور على وائل جمعه كان وهو راجع الاتوبيس من الاستاد، كان كابتن حلمي طولان الله يمسيه بالخير كان جاب وائل جمعه لبيته في مدينه نصر، وراح كاتب عقد كده اتفاق بينه وبين وائل جمعه النادي الزمالك ومضاه عليه. كابتن حلمي طولان. كان بيحب طولان. تمام. المهم تاني يوم انا عرفت اوصل لوائل في طنطا في الغربيه، وكلمته في التليفون، كانت لسه المباراه جديده وبتاع كلام من كلمته في التليفون وقال لي ايه الموضوع وبتاع، قال لي كذا كذا. قلت له طب هات الورقه اللي انت كتبتها ديت وتعالى. تمام. جاب قاعد في المكتب الميكروباص، جه بقى وائل واخواته وبتاع الموضوع كله جه عندي المكتب. فين الورقه دي؟ قلت له طب سيب الورقه دي يا وائل. كان معايا انا 4 نسخ من بتوع النادي الاهلي. قلت له بعد اذنك امضي لي على الايه، على ال4 نسخ. بس ما كانش اخد فلوس من الزمالك. لا ما كانش فلوس، لا كان مضى بس على الاتفاق، ودي مش نسخ، مش كانت العقود، ما كانتش العقود بتاعت النادي الاهلي، كانت بتاعت اتحاد الكوره. كانت العقود كان ورقه بيضاء مش العقد الاوفيشال الرسمي يعني. المهم وائل راح ماضي على طول. قلت له يا ابني انت بتمضي كده على باب مش قال ده النادي الاهلي، ده حلم حياتي ان انا اجي النادي الاهلي يعني. قال لك ده حلم حياتي، مضى على بياض. مضى على بياض الاربع المده. قلت له طب بص فين انت معاك موبايل قدام؟ قلت له رحت رميه ورايا، تجيب له موبايل بخط جديد. قلت له بص ما فيش حد هيكلمك دي عننا، وانت ما حدش يعرف يوصل لك. لا تاني كده انت عملت ايه؟ معاه موبايل جاب لسه موبايلات جديده وبتاع، معاه موبايل بخط نمرته يعني. رحت ماسكه رميه، قلت له بص ادي التليفون اهو بخط جديد، محدش يعرف النمره دي الا انا، وانت مفيش حد يعرف يوصل لك الا انا عشان تبقى عارف. ارجع بقى وروح اي حته لغايه لما اكلمك. المهم بقى اخدت العقد اللي هو عامله وقعدنا جبنا، كان انا الله يمسيه بالخير برضه مستشار محمود فهمي كان في المجلس الاداره معانا قانونا، والكابتن الخطيب والكابتن حسن، وقعدنا نشوف العقد دوت واستشارنا كذا حد. طلع ان العقد الورق اللي ماضيها ديت لا تعني شيء بالنسبه لباشا قانونيتها بالنسبه للعيب. فتم الايه، جبنا وائل اتفقوا معاه على القيمه مش عارف كانت كام، والكابتن الخطيب اتحرك للنادي المحله، اتكلم مع رئيس نادي المحله عشان نخلص وائل، وخلص وائل وجه بقى عمل. طب والزمالك عملوا ايه بقى؟ ايه مسؤولين في الزمالك ما حدش ما هو الورق لا خلاص ما الموضوع الورقه دي مش رسمي، ما قدرش يرجعوا عليه في حاجه، وهو ما خدش حاجه يعني، ما خدش حاجه من نادي الزمالك يعني، كان عقد اتفاق ويعتبر غير رسمي وغير ملزم للعيب يعني.